السلام وعاشوا فيها. مصر دي اللي هي كانت معبر موطن الانبياء والرسل الصالحين. مصر بلد عظيمه. احنا لما عملنا في الوطن تحتاج هذا البلد ان يحتفل بالاسلام. قد رؤيه تجيب الناس رؤيه تجمع ما بتفرقش. مش مشكله انت بتحب مين، بس انت مسلم بتاخد فقهك من مين، بس انت مسلم بتحب مين، بس انت بتحافظ على تراب هذا الوطن. خلاص انت معايا في الرؤيه ماشي. تعال نتفق نرفض نعمله، لكن مش هفرض عليك رؤيتي ولا اخدك لمنطقتي. انا تقدم لي خطوه. ده الفكره الجديده. الناس لازم تبقوا بالنسبه للناس زي الزهره والرحيق، الكل يجتمع عليها ما يتفرجش عليه. اياكم والاستقصاء، اياكم والتعالي على البشر. احنا ماشيين في هذا الطريق، محدش عارف مين الصح ومين الغلط. كلنا بنلتمس من الله سبحانه وتعالى. بلدكم بلد كبيره، مصر يعني بلد كبيره تحتاج الى كل جهد، الى كل عمل، مش عشان اولادكم او اولادكم. النهارده كان في دكتور عمره 31 سنه مش من حركه الستات، ملوش علاقه، بس كاد ان يبكيني في المؤتمر. لانه بيقول لي انا يوم القيامه، دكتور في الزراعه، بيقول انا يوم القيامه لو سالت ربنا انت عملت ايه لمصر؟ مش هتعرف ايه. وانا بفكر 71 سنه مش علاقه بالدين خالص، ملوش علاقه بمنزلتنا وبلدنا وتنظيرنا وفلسفتنا وادعاءاتنا. بس انا عارف، بس انا لو ربنا سالني مش هعرف. بس انا بقول لك لو ربنا سالني انا عملت ايه لهذا البلد، لهذا الدين، لهذا الوطن، هتعرف تجاوب؟ مش هتعرف تجاوب خلاص. قول لنا عشان نجاوب. اذا مش هتعرف تجاوب مع بعض. الفكره اللي احنا بنحملها فكره ربما تكون جديده، ربما تناقض الثقه في نفس كل عقيده. فكره نجتمع عليها الكل، لانها فكره تجمع ما تفرقش، بتبني ما بتهدمش. فكره الوسط الجامع في اطاره الشامل اللي كل الناس واقفه في اطرافه. هنقرب من بعض، هنخدم هذا البلد، هنغلط بس مش هزعل منك لما تقول لي انك هتصورني، مش هزعل منك، ما تزعلش مني لما اقول لك وتعالى حقيقي ايدي في ايدك فعلا، حقيقه واقعه عشان نبني بلدنا. الناس محتاجه منك كتير، منتظره من التيار الاسلامي كتير، بتثق فيه. حتى هذه اللحظه بتثق فيه، مع كل اللي حصل بتثق فيه، ومع كل القصف الاعلامي اللي ضدكم بتثق فيكم، وبيظهر ذلك في الملمات والازمات بتثق فيكم. اياكم ان تكونوا ثقه في الناس، لان الناس تتصور انكم مسلمين. كيف تتصور؟ وانا مسلم منزلق من الهواء مبرأ من كل عيب، لا يجري عليه الخطأ، لا يجوز له ان يرضى. فكر خاطئة الناس. حاولوا قال ربنا لا تجعلنا فتنة للمتقين. اوعى نفسك ولا تقوم غلط تصور اذنبت السنة تمشي حاضر. محدش ييأس، اياكم ولا يأسوا. والله احنا جربنا فلان وطلع مع فلان وفلان وحصل. مش مبرر تقعد في إقامة الساعة وتقول أحد المدرسين كان استطاع أن يدرسها وما آمن وفسيلة الشجرة عاوزة سنين عشان تبقى شجرة، لكن العمل إلى آخر لحظة من عمرك، عشان أنت في النهاية شايل على كتافك من يوم ما اتولدت أو من يوم ما بلغت جرعة القلم، شايل حملك ورايح على الميزان. ونضع الموازين القسط يوم القيامة حطها جزء. يمكن وانت بتموت كلمة تقولها تنجيك، أمر تأمر به نجيك. قال يا ابن أخي يعني ارفع ثوبك أو قصة ثوبك كأنه ثوبك وارضى لربك. وهو كان عمال يقف منه رضي الله عنه وارضاه وبيموت يعني قضية، لكن في النهاية أمانة الكلمة، أمانة المسؤولية والأرض الأخرى أن الرب بالأذان. أنا شاكر لكم وده مش فكرة حقيقة، يعني مش عايز أقول لكم أنا شغيل من الإخوان اللي جايين معايا نفس الإحساس دي طبعا أكيد معارفة كبيرة وتاريخ طويل ممزوج بكل والتواريخ دايما ممزوجة بالدم والدموع والإرهاق والأمان حتى والمن والأذى.
فانا سعيد جدا ان اول مره ازور بني سويف في الحقيقه، واسال الله الا تكون اخر مره وتكون زياره الايام متواليه انا واخواني جميعا. ودايما بني سويفيه رجاله وبيشدوا في من اذننا في الشدائد. اقول ما تسمعون استغفر الله